إسلاميات عامة تقدم. عبد الله، هل خطر ببالك أنك إلى الله راحل وعليه مقبل وبين يديه واقف؟ الموت عباد الله أمر والله لا بد أن نجعله أمام أعيننا في كل حين. والمصيبة عباد الله أننا نعلم أننا سنموت، لكن قل من يعمل. رؤي بعض الأموات في المنام وهو في قبره، وقيل له كيف أنتم؟ قال نحن في أمر عظيم، نعلم ولا نعمل، وتعلمون ولا تعملون. هكذا يقول: تعلمون أن الموت حق، وتعلمون أن الانتقال إليه حق، ومع ذلك لا تعملون له. عباد الله، ألا من عامل للموت، ألا من عامل للقاء ربه، ألا من عامل ليوم الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. كم من الصالحين يا عباد الله يأتيهم الموت وهم في أحسن حالة وهم في أكمل استعداد. إن الموفق والله من أتاه الموت وهو مستعد له، إن الموفق والله من أتاه الموت وهو على طاعة وهو على عبادة، فيحسن الله خاتمته ويخرج من الدنيا وهو فرح وهو مسرور بلقاء الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: يا رسول الله كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه، يوفقه إلى عمل صالح، إلى حسن الخاتمة. كم من إنسان عباد الله ينال والله هذا الأمر. جاء في ترجمة أحد الأئمة الصالحين العباد وهو الزنجاني رحمه الله أنه نزل به الموت، وكان صالحا عابدا وتقيا طائعا لله. نزل به الموت، فلما كانت ساعة الاحتضار وبعض أهله من حوله يرقبونه وينظرون إليه، إذا به يفتح عينيه وهو في تلك الحالة وهو في تلك الكرب والشدائد، يفتح عينيه ثم يقول لأهله: انزعوا عني ثيابي فقد أتيتم بثياب من الجنة. ثم مات رحمه الله. إنها الخاتمة الحسنة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن ملك الموت إذا جاء لقبض روح العبد الصالح فإنه يأتي ومعه كفن من الجنة وحنوط من الجنة ويناديها: يا أيتها النفس الطيبة، يا أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فهذا الرجل الصالح يبشر ويرى ثيابه من الجنة ويقول لأهله: انزعوا عني ثيابي. وفي ترجمة أبي عبد الله السهرسي أنه لما كان في لحظات الموت وفي سكراته وأهله من حوله، إذا بهم يسمعونه وهو يقول: مرحبا يا ملك الموت، مرحبا يا ملك الموت. ثم نطق الشهادتين ومات. يقول أهله: فشممنا رائحة طيبة في ذلك المكان لا توجد على الدنيا مثلها، وما ذاك إلا رائحة الحنوط الذي من الجنة والكفن الذي من الجنة الذي ينزل لبعض الصالحين جزاء بما كانوا يعملون.